وبالتالي فأدعو الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني أنهم يأخذوا بعين الاعتبار بأن هنالك إضافة 4 عضوات وأعضاء من المجلس الوطني للجنة التنفيذية. أيتها الأخوات أيها الإخوة، انطلاقا من المشاورات المذكورة وطبقا لأحكام الفصل 64 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، كما صادق عليه المؤتمر 18 الذي ينص على أن الأمين العام يعرض على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحون لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، فإنني أعرض عليكم الآن هذه اللائحة المكونة من الأسماء التالية: الحاج حمدي ولد الرشيد، الأخ عبد الصمد قيوح، الأخ سيدي محمد ولد الرشيد، الأخ عمر حجيرة، الأخ حسن السنتيسي، الأخ النعمة ميارة، أخت سعيدة أيت بوالي، أخ رحال مكاوي، أخت مريم ماء العينين، الأخ عبد الجبار راشدي، أخت زينب قيوح، الأخ عبد السلام اللبار، الأخ حسن عبد الخالق، الأخ منصور مباركي، الأخ رياض مزور، الأخ عبد المجيد الفاسي الفيري، الأخ عبد الله البقالي، الأخ عبد اللطيف معزوز، الأخ محمد زيدوح، الأخ خالد الحلو، الأخ هشام سعنان، الأخ علال العمراوي، الأخت نعيمة بن يحيى، الأخ مولاي أحمد أفيلال، الأخ عثمان الطرمونية، الأخ عزيز هلالي، أخت مديحة خير، الأخ خالد الكلوش، أخت إيمان بن ربيعة، والأخ عبد الحفيظ أدمينو. أدعوكم للمصادقة العلنية على اللائحة المقترحة برفع اليد. الموافقون؟ المعارضون؟ الممتنعون؟ تمت المصادقة على اللجنة التنفيذية بإجماع أعضاء المجلس الوطني. فهنيئا للائحة أعضاء اللجنة التنفيذية، وأهنئ بهذه المناسبة أخواتكم وإخوانكم أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد، وأتمنى لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والحزب.